السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل شيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل تركيبة عسل نقسمها ل3 أجزاء. الجزء الأول هيتكلم معانا عن الطلبة والامتحانات، دخلنا موسم الامتحانات والمذاكرة، زيادة التركيز، النشاط الذهني، كل ده هنتكلم عليه. طيب الثانية هنتكلم عن برضو تركيبة العسل بس للمتزوجين، هتبقى للجماعة اللي هم عاوزين ربنا ما أردش ليهم بالخلفة، سواء كان المشكلة مشكلة دوالي، كانت المشكلة تشوهات، ضعف حياة منوية، كمية. الجزء الثالث وهو المطلوب حاليا بسبب برودة الجسم والطعام الخطأ اللي احنا عايشين عليه، اللي هو هيبقى بسبب ضعف الانتصاب وسرعة القصف. هنبدأها مرحلة مرحلة ونقول ايه فوائد كل عشبة هنحطها، تركيبة العسل ايه هيتحط على ايه، يعني مثلا العسل بيتحمل كمية لحد قد ايه، وايه الفرق بين ان انا اعمل العسل مباشرة وان انا اعمل العسل على النار واشيل الرغوة بتاعته. تعالوا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اول حاجة هنحطها العسل، ولازم يكون عسل نظيف. ده عسل ستر ان شاء الله، لو انت شايف اللون والجودة. الفرق بقى بين العسل اللي هو المباشر والعسل منزوع الرغوة، العسل المباشر بيبقى فيه نسبة رطوبة ومية موجودة من العوامل الجوية ومن النحل وما إلى ذلك. طيب لكن بالنسبة لمنزوع الرغوة اللي هو بيتحط على النار، حتى على النار ده بيبقى اللي هي الرغوة اللي احنا بنشيلها، بنحط على نار هادية بنقدر نشيل الرغوة دي بقى بشيلت أنا كده بالنسبة لي الرطوبة اللي موجودة في العسل، بيزداد كثافته، بيزداد ثقله، بيزداد جودة. لكن الناس اللي بتقول لك ان هو بيقل جودته او بيطير نسبة من الجودة بتاعته، لا، الكلام ده غير مظبوط، غير صحيح بالمرة. كده احنا فضينا العسل اهو. احنا حطينا غذاء الملكات وحبوب اللقاح، احنا كنا عاملينها بعد ما حطينا العسل، لان احنا كنا عاملين العسل منزوع الرغوة، فحطيناها على العسل بعد ما برد. احنا قلنا اول جزء هنعمله بالنسبة للطلبة علشان رفع المناعة وحاجات تبقى مضادة للالتهابات ونسبة التركيز العالية. طيب انا ممكن احط ايه؟ هحط تقريبا الكيلو هحط له 15 ل 20 جرام كركمين. ده كركمين 98% تركيز. حسك او ضرس العجوز، ده علشان القوة البدنية والقوة العضلية وتنبيه الذاكرة اهو. بحط لي حوالي 20 او 25 جرام. وهنيجي بقى هنا للأشواجندا. الأشواجندا بتشتغل شغل هرموني، بتنشط الذاكرة، بتشتغل على هرمونات الذكورة، بتنشط التستيرون. ايه الفرق بينها وبين الجينسينج؟ الجينسينج بيشتغل على الدورة الدموية، بيشتغل بمقوي عام، لكن سعره عالي شوية. لكن انا لو حطيت الاشواجندا او رحت لاي عطار قلت له مثلا عايز ب 20-30 جنيه على نص كيلو عسل مع شويه حسك، برضو العمليه هتتلم وهتبقى زي الفل. ده بالنسبه لشغل تقويه الذاكره، وبالنسبه للمذاكره والشباب والقوه العضليه. لو حد مثلا عاوز يروح جيم فقط، يبقى الحسك من الحاجات القويه جدا، هيغنيك عن الكبسولات. وهحط نسبه اشواجندا واقلب كويس. وده كده يبقى الجزء الاولاني بتاع الشباب اللي هو المذاكره والامتحانات. هيبقى عسل كويس نظيف، عليه غذاء ملكات، هيبقى عليه حبوب لقاح، اشواجندا،
ضرس العجوز او الحسك، عايز اضيف شويه جينسنج مفيش مشاكل. واهم حاجه الكركمين علشان مضاد الالتهابات ومسكه الالم الكتير والمذاكره. بعد التقليب بيبقى معايا بالشكل ده، وكده يبقى عملنا الجزء الاولاني من الخلطه بتاعتنا. طيب هناخد اللي هي الخلطه الثانيه. الناس اللي هي عندها مشاكل في يعني ربنا يديهم ان شاء الله ما عندهمش اولاد، ومشكله مثلا في التشوهات المنويه، الحيوانات المنويه قليله، في صديد، في املاح. طيب هنضيف نقطه، مش كل حاجه هتتوقف على العسل. الناس اللي هي عندها مشاكل في صديد واملاح بنسبه كبيره، ده ممكن يؤدي الى نقص كميه الحيوانات المنويه، لان الاملاح والصديد بتقتل الحيوان المنوي. فده محتاج حاجه خارجيه هنقول عليها، اللي هي هيبقى مشروب البقدونس والكرفس، الشعير، الحلفبار، ده هيبقى مشروب مع العسل لو ان شاء الله تعالى في نيه للانجاب. طيب ناخد المكونات بتاعتنا. اول حاجه هنضيفها على التركيبه اللي هي كانت موجوده قبل كده، الجينسنج كوري الاحمر. الكيلو بياخد من 10 ل 25 جرام على حسب المقدره. تاني حاجه شرش زلوع، وده مفيد جدا علشان خاطر مشاكل الحيوانات المنويه وزياده التخصيب. الكيلو برضو بياخد حوالي 25 جرام. وبكده نكون عملنا التركيبه الثانيه بتاعه الانجاب: غذاء ملكات، حبوب لقاح، والجنسنج الكوري، شرش الزلوع، اشواجندا، والحسك. طيب انا كده معايا 6 اصناف او 7 اصناف ان شاء الله تعالى قادرين ان هم يسلكوا المشاكل اللي هي تخص الحيوانات المنويه، مع مشروب البقدونس والشعير، الحلفبار، الكرفس، عشان لو في صديد او في املاح يسهل معايا الانجاب ان شاء الله تعالى. ربنا يقدر. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى ننتقل للمرحله الثالثه، وهي للناس اللي هي بقى ايه عايزه المتعه، او بنقول اللي هي فتره الاطاله او ما الى ذلك. حطينا المكونات السابقه، اهم حاجه العسل، باكد على حاجه، اهم حاجه العسل. وننتقل للمرحله الثالثه، وهي هنبداها بالماقه، من الحاجات اللي هي قويه جدا في الانتصاب، سواء الماقه البيضاء او الماقه السوداء. الماقه البيضاء او السوداء، تمام. ولو يستحسن لو الاثنين مع بعض مطحونين. واليوهمبي من اقوى الاعشاب اللي بتساعد على الانتصاب. ممكن اضيف برضو في الموضوع ده، ممكن اضيف قرفه، ممكن اضيف زنجبيل، ممكن اضيف مجموعه بذور زي الجرجير والفجل، ممكن اضيف بهمن ابيض او احمر. المكونات كتيره، بس المهم ان احنا عايزين الحاجات اللي هي تجيب نتيجه. احنا كده ضفنا الماقه واليوهمبي. طيب لو انا عندي حاجات مسدوده، يعني مثلا منشطه او كلام زي كده، انا بحاول اجمع كل التركيبه كامله. ممكن اضيف شويه قرنفل، منه بيشتغل على ان هو مهدئ، يعني ممكن يشتغل زي تخدير كده، تاخير. ومنه مسلك للاورده والاوعيه الدمويه. اخيرا هنضيف شويه جوز الطيب. جوز الطيب على المكون ده من الاعشاب اللي هي ممكن تساعد معايا في تنشيط الدوره الدمويه، بتزود نسبه الباءة، الحيوانات المنويه، يعني منشطه جنسيا، بتحسسك بالرغبه، وبرده فيها نسبه تخدير علشان موضوع سرعه القصف. انا كده تعتبر جمعت كل الاعشاب اللي هي تخص المجال ده. في ناس ممكن تحط قرنفل زي ما احنا حطينا، في ناس ممكن تحط فلفل اسود، فلفل ابيض،
زي ما قلنا البهمن. كل المكونات دي ما هي الا مجموعه اعشاب علشان تنشط الدوره الدمويه وتشتغل معايا على توجيه الدم من ناحيه العضو الذكري للانتصاب وعدم سرعه القصف. ده كده شكل العسل بعد ما احنا عملنا الخلطه كامله اهي. ما شاء الله اللهم بارك. خلطه قويه جدا تنفع للانتصاب زي ما قلنا وزياده الحيوانات المنويه والعلاقات الزوجيه الجيده. موجود شحن لاي مكان في الجمهوريه. هسيب رقم التليفون اللي عايز يتواصل معانا واشوفكم على خير ان شاء الله تحت.